لحد ما انا اموت انا لورد فري. انت حمار كبير نيد ستارك. ازيكم يا جماعه؟ الاخبار؟ انا عمر راتب ودي راتب ريفيوز. في الحلقه دي من سلسله حكاوي ثرونز هنتكلم على شابترين قاتلين. الشابتر الاول بتاع ادارد ستارك، وادارد ستارك احنا عارفين ان هو كان اخر حاجه اتبقلش والناس قبلت عليه واتسجن، وبقى لنا كام شابتر من غير ادارد. دلوقتي هنشوف ايه اللي بيحصل مع المعلم، وبعد كده نرجع لمراته كاتلين اللي احنا اخر حاجه معاها ان هي راحت ووصلت لروب ستارك وقعدوا يتكلموا وعرفت هو عايز يعمل ايه وبتاع، وحللته وفهمته الناس دول مين، واتفقوا ان روس بولتون هو اللي هيقود الجيش اللي هيتحرك جنوبا يقابل تايوين، ورب هيمسك الجيش من ايه بتاع. وبعد كده رحنا بقى عند تيريون، ووصل فعلا الجيش الشمالي ووصل جنوبا عند تايوين، وتيريون هيحارب معاهم. بس احنا دلوقتي بقى نرجع كينجز لاندنج عند المعلم ناد ستارك. لو مبسوط ومتحمس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبتدي بالشابتر بتاع ادارد ستارك. القش اللي كان على الارض كان كله ريحته بيبي، كانش فيه ولا شبابيك ولا سرير ولا اي حتى جردل يعمل فيه، مفيش حاجه. هو فاكر بس شكل حيطان حمرا بهتانه كده، وبعد كده باب خشبي فيه حديد امن الدنيا خالص، واترمى جوه والباب اتقفل، ومن ساعتها سواد. دي اسمها يا جماعه البلاك سيلز. هنا البلاك سيل بقى اللي فيها ادارد ستارك، هو مش شايف اي حاجه، كل حاجه سودا ومفيش اي حاجه يشوفها اصلا، بالظبط كانه اعمى او ميت مدفون مع ملكه. يا روبرت، وشوش ند اما بيمد ايده بس بيلمس حيطة حجرية باردة جدا ورجله مؤلمة جدا مع كل حركة. افتكر النكتة اللي روبرت براثيان قالها له وهم في سراديب وينترفيل اما ملوك الشتاء كانوا بيبصوا عليهم بعيون حجرية باردة. الملك بياكل يا ند، ويد الملك هو اللي بيخش الحمام. قد ايه قعد يضحك، ولكن هو كان مخطئ. الملك بيموت ويد الملك بيدفن. الزنازين كانت اسفل القلعة الحمراء، وهو مش قادر يتخيل قد ايه هي عميقة تحت جدا جوه الارض. فاكر قصص ميجور ذا كرول او ميجور القاسي اللي عاملين عنه حلقة هنا لذيذة جدا انا بحبها بصراحة، لما بنى الريد كيب او القلعة الحمراء دي وخلى كل الناس اللي اشتغلوا على بناء هذه القلعة وعارفين اسرارها كلهم يتعدموا. ند قعد يبرطم ويلعن في ليتل فينجر، في جانوس لينت والمعاطف الذهبية بتاعته. الملكة قاتل الملك بايسل فارس، حتى سير بارستن سلمي، حتى دم الملك لورد رانلي باراثيون اللي جري وهرب في الوقت اللي ند كان محتاجه فيه. ولكن في النهاية ند كان بيلوم نفسه، بيقول غبي غبي ابن ولد. وش سيرسي لانستر كان بيعوم قدامه وبيقول له لما تلعب لعبة العروش يا تكسب يا تموت. كانت بتوشوش له. ند لعب وخسر، ورجالته هم اللي دفعوا الثمن بحياتهم. لما كان بيفتكر بناته كان نفسه يعيط، ولكن الدموع ما كانتش بتنزل. هو كان ستارك، والستاركس مشاعرهم بتتجمد وتتحجر جواهم قبل ما تطلع. لما كان ما بيتحركش كانت رجله ما بتوجعوش قوي، فكان بيحاول على قد ما يقدر انه يفضل ما بيتحركش. بس المدة قد ايه هو مش عارف، ومفيش ولا شمس ولا قمر ولا حتى حاجة يخدش بيها الحيطان علشان يعرف بقاله قد ايه. ولو كان في ما كانش هيشوف اصلا. ند قفل عينيه وفتحها تاني وما كانش فيه اي فرق. نام وصحي نام وصحي، كانش عارف ايه اللي مؤلم اكتر، انه ينام ولا انه يصحى. وهو نايم كان بيحلم احلام دموية صعبة جدا، وانه بيخلف بوعده. ولما كان بيبقى صاحي ما كانش في حاجة بيقدر يعملها غير انه هو يفكر، والحاجات اللي كان بيفكر فيها كانت كلها اوحش من الحاجات اللي بيحلم بيها. اما بيفكر بكاتلين بيتألم جدا، كان نفسه يعرف هي فين او بتعمل ايه، كان نفسه يعرف لو هيشوفها تاني. ساعات بتتحول ايام غالبا يعني، حاسس بألم فظيع في رجله وبتهرشه جدا تحت الجبس. لما لمس فخدته كانت سخنة جدا. الصوت الوحيد اللي كان بيسمعه هو صوت نفسه. بعد وقت ابتدى يتكلم بصوت عالي علشان يسمع اي صوت.
خطط ان هو يخلي نفسه عاقل مش مجنون، وابتدى يبني بقى خطط بقى وقلاع من الامل في الظلام. اخوات روبرت موجودين، حي يرزق كل واحد فيهم، واحد بيعمل جيش في دراجون ستون والتاني بيعمل جيشه في ستورمز اند. الين وهاروين هيخلصوا على جريجور كليجين ويجوا بقى بالجيوش بتاعتهم على كينجز لاندنج. كاتلين لما تعرف اكيد هتطلب الجيوش الشماليه ان هي تشترك معاها، ده غير جيوش ذا فيل اللي مع اختها وجيوش ريفرلاندز بتوع ابوها. بس لقى نفسه بيفكر في روبرت اكتر واكتر. شاف روبرت قدامه صغير طويل قوي، معاه شاكوش الحربي، احلى شاكوش في حياتي، ولابس خوذه بقرنين كبار جدا عامل زي الالهه، راكب على حصانه وعينه الزرقاء من تحت الخوذه بصاله وبيقول له: ايه يا ند؟ ايه اللي وصلنا لكده يا ند؟ انت هنا وانا خنزير بر قتلني، احنا كسبنا العرش مع بعض. ند فكر: انا خذلتك يا روبرت. ما كانش قادر يقول الكلمتين دول بصوت عالي. انا كدبت عليك، خبيت عنك الحقيقة وخليتهم يقتلوك. الملك سمعه وقال له: الله ينعل ابو عندك يا شيخ، فخور قوي بنفسك مش عايز تسمع. يا ستارك، هتاكل فخر ولا هتحمي اطفالك بالشرف؟ وش الملك روبرت بقى كله، وش الملك روبرت اتشقق، لحمه اتفتح وبقى وش ليتل فينجر بيتر بيلش اللي لسه هيتكلم راح طالع من بقه دبان كتير جدا. ند كان نص نايم كده لما سمع صوت خطوات رجلين جاي عليه. الاول افتكر ان ده حلم، بس هو بقاله كتير جدا ما سمعش اي حاجة غير صوته. ند كان حرارته عالية ومتألم جدا جدا، شفايفه مشققة ومتعورة. ولما الباب الحديدي خشبي فتح مرة واحدة، النور كان قوي جدا على عينيه. الحارس راح مديله بولة كده فيها مشروب كده، هو ما بصش، راح واخده على طول وشربه، والمية ابتدت تنزل على دقنه اللي طولت بقى دلوقتي. قعد يشرب لحد ما كان خلاص مش قادر، وراح قايل له: هو انا بقالي قد ايه؟ كان مش قادر يتكلم ولا حتى قادر يشرب. الحارس كان عامل زي خيال المآتة، دقنه معفنة كده ووشه زي وش الفار، لابس شبكة زرط حديدية وعباءة جلدية، وراح قايل له: ممنوع الكلام. وراح واخد الطبق من ايد ند. ند قال له: من فضلك بناتي. الراجل خد الباب في ايده ورزعه وطلع. بربش ند لما النور كله اختفى بص لتحت وتقوقع ونام على جنبه، نام على القش اللي ما بقاش ريحته اي فضلات او بيبي او اي حاجة، ما بقاش فيه ريحة خالص، وما بقاش عارف الفرق بين النوم والصحيان. تقريبا هم ادوله مشروب الافيون او حاجة. والذكرى جات له بسرعة جدا واضحة زي الحلم. كان عنده 18 سنة تاني، في سنة الربيع الخاطئ تاني، بيتحرك من ذا ايري رايح على بطولة هارن هول. جو كان جميل وحشائش خضراء، والصبح الدنيا حر شوية، بالليل الدنيا برد شوية. افتكر ضحك اخوه براندن وقوة صاحبه روبرت براثيان في الميلي او المعركة اللي في البطولة. قد ايه كان روبرت بيضحك وهو بيوقع رجالة يمين وشمال. افتكر جيمي لانستر الولد الصغير اللي لابس ابيض فابيض وبيركع علشان يحلف قسم حراسة الملك قدام الملك ايريس. وبعد كده اوزويل وينت قومه على رجله. والثور الابيض قائد حرس الملك جيرالد هايتاور هو اللي لبسه العباءة البيضاء. 6 حراس ملك بيرحبوا باخوهم السابع. ولكن لما البطولة ابتدت، اليوم كان بتاع ريجار تارجاريان، كان لابس الدرع الاسود اللي عليه تنين احمر اللي مات بيه. وقع براندن ستارك وبرونزيون رويس، حتى سيف الصباح ارثر دين. روبرت كان بيهزر مع جون ارن ومع لورد هانتر الكبير، وريجر كان بيتحرك علشان ياخد التاج اللي كسبه بسبب هذه البطولة. وكل الابتسامات ماتت لما الامير ريجر
اخدت تاج الورود عشان ملكة الحب والجمال، وعدى مراته الاميرة إليا مارتل ما ادهولهاش، وراح حطه على حجر ليانا ستارك. كان لسه شايف التاج، تاج من الورود الزرقاء، ازرق لون التلج. مد ايده علشان يمسك التاج اللي من الورود الزرقاء، وشوك الورود عوره في ايده، دم بينزل من ايديه، ومره واحده صحي بيترعش في الضلمه. سمع اخته بتوشوش له من سرير مليان دم وبتقول له اوعدني يا ند. كانت بتحب ريحه ورد الشتاء. ند عيط وقال احموني ايها الالهه، هو انا اتجننت؟ ولكن الالهه ما ردتش عليه. كل مره الراجل الحارس بيجي يجيب له ميه، ند بيقول لنفسه يبقى اكيد يوم عدى. كان بيترجى الراجل يديله اي اخبار، بس ما كانش بياخد غير شلاليت، وبعد كده ما بقاش بيترجى ان هو يعرف منه اي اخبار او اي حاجه، بقى بس نفسه ياكل حاجه علشان بيموت من الجوع. ما كانش برضه بياخد غير الشلاليت. يمكن اللانسترز عايزين يموتوه من الجوع. ند قال لا، لو سيرسي عايزاني اموت يبقى كانوا ذبحوني في غرفة العرش. هي عايزاه حي، ضعيف وما بيده حيلة ولكن حي. كاتلين معاها اخوها، مستحيل يقتلوني، يا اما العفريت اخوها هيتقتل. من بره الزنزانة ند سمع سلسلة مفاتيح حديدية، الباب اتفتح. ند حط ايده على الارض وابتدى يتحرك ناحية النور، ولكن ضوء الشعلة خلاه مش قادر يفتح عينه. قدر بس ان هو يقول اكل، والصوت قال له نبيت. ده ما كانش الراجل ابو وش فار، الراجل ده كان كلبوس شوية واقصر، ولكن كان لابس نفس العباءة الجلد ونفس الخوذة الحديدية. سمعه بيقول له اشرب لورد ادهارد ستارك، راح مديله قربة نبيت في ايده. الصوت ده ند عارفه، ولكن ند خد وقت علشان يجمع ده مين، وراح قايل فارس. لمس وش الراجل وراح قايل انا مش بحلم صح؟ انت هنا؟ خدود المكلبازة بتاعت الراجل المخصي ده كانت عليها دقن معفنة غزيرة. فارس غير نفسه تماما، ريحته عرق ونبيت وبتاع، هو بالظبط تحسه حارس، تحول الى حارس. ند قال له انت ازاي عملت ده انهي نوع من السحر ده؟ فراح قال له السحر العطشان، اتفضل اشرب لورد ستارك. ند عمل ايده كده، مسك في القربة وراح قال له وده نفس السم اللي ادوله روبرت؟ فارس راح قال له ها خذلتني، هات النبيت. شارب كده، راح قال له والله هو مر شويه بس مش سام اكتر من باقي النبيت اللي موجود، يعني ما حدش بيحب المخصيين. ند حاول يشرب، كان مر جدا مش عارف يبلعه. راح فارس قايل له كل اللوردات بيعدي عليهم وقت لازم يشربوا النبيت المر زي ما بيشربوا النبيت الحلو، حتى المخصيين، وحضرتك دورك جه. بناتك البنت الصغيرة القروبة هربت من سير مارين تران. انا بصراحة ما عرفتش الاقيها لورد ستارك، بس ولا حتى اللانسترز عرفوا يلاقوها، ودي اخبار مش وحشة. ملكنا جديد ما بيحبهاش، لكن بنتك الكبيرة لورد ستارك دلوقتي هي لسه مخطوبة لملكنا جوفري. سيرسي مخلياها جنبها. يا خسارة انت ما كنتش موجود لما جت علشان تتوسل الى الملك ان هو يرحمك، كانت حاجة مؤثرة خالص. راح مقرب لناد ستارك كده وقال له اعتقد انت فاهم ان انت كده ميت صح؟ ناد راح قال له الملكة مش هتقتلني، احنا معانا اخوها. بس ده الاخ الخاطئ، وللاسف احب اقول لك ان تيريون هرب من كاتلين خلاص، هي سابته يمشي. اعتقد هو دلوقتي ميت في جبال القمر. نادر قال له لو الكلام اللي انت بتقوله ده حقيقي اذبحني وخلص عليا وريحني. والله دمك اخر حاجة انا بتمناها. ند راح مكشر وقال له لما قتلوا رجالتي انت كنت واقف جنب الملكة وما اتحركتش، وهعمل كده تاني لو الوقت رجع لورد ستارك. على ما اتذكر انا ما كانش معايا حصان، ما كانش معايا اسلحة، وحواليا لانسترز مسلحين. بصله كده فارس وراح عاوج دماغه وراح قايل له لما كنت صغير
قبل ما يقصقصوني كنت بسافر مع فريق تمثيل في الفري سيتيز بتوع اسوس. اتعلمت ان كل واحد ليه دور لازم يلعبه في الحياة زي بالظبط في المسرحية. واحب اقولك ان نفس الكلام في المجلس. سياف الملك لازم يبقى مرعب لورد ستارك، ولكن مسؤول المالية لازم يبقى قلبه قاسي. قائد حراس الملك لازم يبقى شجاع، وقائد الوشوشة رئيس المخابرات لازم يبقى خبيث ما يتمسكش عليه ولا غلطة. الجاسوس الشجاع لورد ستارك ملوش اي لازمة زيه بالظبط زي الفارس الجبان. راح واخد النبيت من لورد ستارك، راح واخد بق. ند قعد يبص له كده ويحاول يدور على الحقيقة في هذا الوجه من تحت البشل اللي هو واخدها في وشه والدقن الغريبة جدا والعفن اللي هو شايفه ده، ولكن مش شايف اي حاجة. وراح واخد القربة تاني من معلم فارس، خد بق المرة دي عرف يبلع بسهولة اكتر، وراح قايل لفارس: هو انت ممكن تهربني من هنا؟ والله اقدر، بس هل هعمل كده؟ ما اعتقدش. الناس هتسأل والاجابات هتوصلهم للمعلم فارس. ند ما كانش متوقع حاجة تانية وراح قايل له: انت صريح. والله المخصي ما عندوش شرف، والعنكبوت ما ينفعش يبقى عنده مناكش. طب ممكن توصل رسالة لمراتي؟ على حسب الرسالة. أنا ممكن أجيب لك ورقة وقلم تكتب، أو ريشة عشان إحنا زمان، تكتب الجواب وبعد كده تديني الجواب. أنا هفتح الجواب أقرأ الجواب وساعتها أبقى أشوف أوصله ولا ما أوصلوش. كله على حسب هيحقق أهدافي ولا لأ. راح ند بص له كده قال له: أهدافك؟ وأنت إيه أهدافك؟ حلو. والله أولهم السلام. لو في واحد بس في السبع ممالك عايز سلام الملك فيبقى ده أنا. 15 سنة بحميه من أعدائه، ولكن ما أقدرش أحميه من أصدقائه. هو أنت إزاي اتسحبت من لسانك لورد ستارك وقلت لسيرسي إنك عارف جوفري ابن مين؟ إيه نوع الجنون ده؟ فراح ند قال له: ده جنون الرحمة. جنون الرحمة. ممتاز، انت راجل صادق وشريف لورد ستارك. ساعات بنسى ده. قابلت قليل قوي من الصنف ده في حياتي. وراح باصص على الزنزانه كده وراح قايل له: شوف الصدق والشرف جابوا لك ايه. حاجه جميله. اكيد طبعا لازم تبقى صادق وشريف. ند راح مرجع دماغه لورا، ساند على الحيطه وقافل عينه، حاسس بالام فظيعه وحاسس انه حمار حصاوي. وراح قايل: نبيت الملك استجوبته لانسل لانستر. طبعا الملكة هي اللي مدياه النبيت وقالت له: ده النبيت الملكي اللي الملك بيحبه، اديله منه. وبعدين لورد ستارك حياة الصياد خطيرة. لو الخنزير البري ما كانش خلص عليه كان ممكن سهم طايش يخلص عليه، ممكن يقع من الحصان يخلص عليه، ممكن اي حاجة تحصل له. هو كان كده كده هيموت. مش النبيت اللي قتل الملك لورد ستارك، رحمتك هي اللي قتلته. ند كان مرعوب من الرد ده وراح قايل: سامحوني ايها الالهه. والله لورد ستارك لو في الهه اعتقد ان هم هيسامحوك. الملكه ما كانتش هتستنى كتير. كده روبرت كان ابتدت تهب منه وابتدى يبقى خطر جدا على اولادها، وهي كانت عايزه تخلص منه علشان تفضل اخواته ستانس ورنلي. القفاز الحديدي والجوانتي الحريري. راح ماسح النبيت من على بقه فارس وراح مكمل وقايل لند: انت حمار كبير ند ستارك. انت كنت حمار كبير ماي لورد، علشان انت ما سمعتش كلام ليتل فينجر وما وقفتش مع جوفري. ند ستارك راح مبرق كده قال له: انت عرفت منين؟ ابتسم كده وقال له: عرفت، ده اللي يخصك. وبرضه عارف ان بكره الملكه هتيجي تزورك لورد ستارك. ند بصله وراح سأله: ليه؟ سيرسي مرعوبة منك ماي لورد، بس هي عندها أعداء تانيين بتخاف منهم أكتر. أخوها وحبيبها جيمي دلوقتي بيحارب في الريفرلاندز. لايسا أرن مأمنة نفسها في ذا إيري ومعاها جيوشها وما بتحبش الملكة بتاعتنا خالص. وفي دورن المارتلز قافشين وبيخططوا علشان الانتقام من مقتل إليا مارتل وولادها. ودلوقتي لورد ستارك ابنك نازل الرقبة
ومعاه جيوش الشمال. ند رح قال له روب مجرد ولد، ولد مع جيش لورد ستارك، لكن فعلا انت عندك حق، هو ولد. اخوات الملك دول اللي مطيرين النوم من عيون ملكتنا سيرسي، بالذات لورد ستانس هو اللي أحق بالعرش. معروف انه قائد حربي ممتاز، ومعروف عنه كمان انه هو ما عندوش اي نوع من انواع الرحمة. لورد ستارك مفيش اي مخلوق مرعب زي ستانس. محدش يعرف لورد ستانس بيعمل ايه في دراجونستون، بس انا اعتقد انه بيجمع جيوش، وده اللي راعب سيرسي في الوقت اللي ابوها قاعد بيحارب الستاركس والريفرلاندز والشمال وبتاع. ممكن جدا ستانس يجي بجيوشه ياخد العرش ويطير الدماغ ام شعر الكيرلي بتاعت ابنها جوفري، وبعد كده هيطير دماغها هي كمان، بس هي مهتمة اكتر بدماغ ابنها لورد ستارك. ند راح قايل ستانس براثيون هو الوريث الشرعي، ده حقه وانا هدعمه. فارس قال له لورد ستارك سيرسي مش هتبقى عايزة تسمع كده، اوعدك ستانس ممكن ياخد العرش، بس دماغك المعفنة هي اللي هتبقى مستنياه على الخازوق على اسوار القلعة. لورد ستارك امسك لسانك. سانسا قعدت تتوسل بكل لطف لورد ستارك، ارجوك ما تدمرش كل اللي هي عملته، هم هيدولك حياتك تاني لورد ستارك، خدها. سيرسي مش عبيطة، يعني هي عارفة ان الديب المروض احسن من الديب الميت. ند راح قال له انت عايزني اخدم الست اللي قتلت الملك، اللي ذبحت رجالتي وشلت ابني؟ انا عايزك تخدم الممالك، وقول للملكة ان انت ناوي تعترف بخيانتك، ان انت هتؤمر ابنك يبطل حرب ويهدى، هتعترف بجوفري كملك، وتقول ان ستانس ورانلي دول سارقين للعرش مالهمش حق. ملكتنا عارفة ان انت قد كلمتك، لو قلت حاجة مش هترجع فيها، هتدي لك حياتك ومش هتقتلك لحد ما تخلص على ستانس، وانت هتقسم لها ان انت هتحافظ على السر لحد الممات اللي هو بتاع ابنها، وانا متأكد ان هي هتوافق ان انت تلبس اسود وتكمل حياتك في جدار. لورد ستارك ابوس ايد امك، هتروح لاخوك وابنك الباسترد عادي. اما افتكر جون ند كان حاسس بحزن شديد جدا وخذلان فوق الوصف. لو بس يشوف الولد تاني يتكلم معاه. الألم كان شديد جدا على رجله تحت الجبس الرمادي. قفل ايديه وفتحها بلا داعي، وراح باصص لفارس وراح قال له دي بقى خطتك ولا انت متفق مع ليتل فينجر؟ ودي كانت حاجة مضحكة بالنسبة لهذا المخزن. لا أنا مستعد أتجوز المعزة السوداء بتاعت كهور وما اشتغلش مع ليتل فينجر. ليتل فينجر ده تاني أكتر واحد شرير وخبيث في السبع ممالك. أي نعم أنا بديله شوية أسرار تكفي إنه يعتقد إن أنا بتاعه، زي بالظبط ما أنا بخلي سيرسي تعتقد إن أنا بتاعها. وبالظبط زي ما أنت دلوقتي مخليني أحس إن أنت بتاعي. قول لي يا لورد فارس، أنت بتخدم مين بالظبط؟ فارس ابتسم ابتسامة صغيرة وراح قال له الممالك لورد ستارك، وانت بتشك فيا؟ احلف لك برجولتي اللي راحت، انا بخدم الممالك والممالك عايزة سلام. شرب اخر شوية نبيت وراح رامي القرب على الارض. وايه قلتك بقى لورد ادارد؟ اديني كلمتك، قول لي ان انت هتقول للملكة كل الكلام اللي هي عايزة تسمعه لما تجيلك بكرة. لو قلت لك كده يا فارس يبقى كلام فاضي. حياتي مش مهمة بالنسبة لي قد ما انت فاكر. خسارة لورد ستارك، وحياة بنتك برضو مش مهمة؟ ند راح قال له بنتي؟ أكيد أنت مش فاكرني ناسي بنتك الجميلة البريئة، علشان أكيد الملكة سيرسي مش ناسية. ند راح قال له لأ فارس أرجوك، فين الرحمة؟ أعمل فيها اللي أنت عايزه، بس خلي بنتي برا الخطط دي. سانسا مجرد طفلة. طفلة. ورينيس بنت ريجر كانت ايه؟ حفلة؟ ما كانت طفلة. طفلة جميلة بريئة أصغر من بناتك، كان عندها قط صغير اسمه مسميه باليريون. عارف؟ دايما مش عارف أنا إيه اللي حصل للقط ده.
الرينيس كانت على طول بتقول ان ده باليريان الرعب الاسود، التنين بتاع ايجون تارجاريان، ولكن اعتقد اللانسترز فهموها الفرق بين القطه السوداء والتنين يوم ما كسروا الباب ودخلوا عليها. فارس راح بصص له كده حمل كانه شايل حمل العالم على كتافه. الهاي شابتن مره قال لي ان احنا كلنا خطائين وكلنا بنتعذب، بس انا بسألك لورد ستارك، ليه الناس الغلابة هم اللي بيتعذبوا لما اللوردات اللي زيكم بيلعبوا لعبة العروش؟ فكر فيها لورد ستارك، ابوس ايد امك، فكر. وفكر برضو ان الزائر القادم لحضرتك ممكن يجيب لك لبن الافيون ومية ويدلع لك الدنيا، او ممكن يجيب لك دماغ الشمسة. الاختيار ماي لورد بتاعك. وهنا ينتهي الشابتر بتاع ادوارد ستارك وفارس. ايه ده؟ اعمل موبايلك سايلنت يا رتوبه، كمان مان. فده الشابتر بتاع ادوارد ستارك وفارس شخصيا. وهنا فارس ايه قال له حضرتك هتعترف يا اما هتلاقي دماغ سانسا عندك في السجن. يعني انتوا فاهمين طبعا الكلام. نخش بقى يا باشا على الشابتر اللي بعده بتاع كاتلين ستارك. وهم ماشيين على الطريق اللي جوه المستنقعات بيعدوا الرقبة ورايحين ناحية الريفرلاندز. كاتلين كانت قلقانة، هي خبت خوفها ووشها ما كانش باين عليه أي حاجة، بس كانت خايفة. كل ما بتقرب أكتر كل ما بتخاف أكتر، وكان أي طير أو غراب يعدي من فوق دماغها بتتوغوش. خايفة على أبوها العجوز وسكوته الغريب، خايفة على أدمير أخوها لو قابل جيمي لانستر، خايفة على ند وخايفة على بناتها، وخايفة على أولادهم الصغيرين اللي هي سايباهم في وينترفيل. بس ما كانش باليد حيلة، قالت لنفسها لازم تشدي حيلك وتبقي قوية علشان رب هو الوحيد دلوقتي اللي انت تقدري تساعديه. لازم تبقي قوية وجامدة زي الشماليين يا كاتلين تاني. لازم تبقي كاتلين ستارك بجد زي ابنك. رب كان راكب حصانه في المقدمة ومعاه العلم الأبيض بتاع الستاركس بتاع وينترفيل. كل يوم كان بيختار لورد من اللوردات يمشي جنبه ويتكلم معاه في الطريق. كل حد بياخد دوره وبيتسمع من غير أي تفرقة بين أي حد وحد. بيسمع زي ما ند كان بيسمع ويوازن كلام ده على كلام ده. وكاتلين قاعدة بتبصله كده بتقول الواد ده اتعلم كتير قوي من ند، بس يا ترى اتعلم كفاية؟ البلاك فيش نقى 100 فارس و100 حصان وسبقوا الجيش علشان يعملوا استطلاعات وكشف كده يشوفوا ايه الدنيا ويأمنوهم، والتقارير اللي بيرجعوا بيها ما كانتش بتطمن. لورد تايوين لسه جيشه بعيد في الجنوب، بس والدر فري لورد المعدية معاه 4000 واحد وقافل على نفسه في قلاعه اللي عند الشوكة الخضراء. كاتلين وشوشت وقالت متأخر تاني، كأنهم في معركة الشوكة ترايدنت تاني ثالوث. الله ينعل ابو ام تأخيرك يا شيخ. اخوها طلب الجيوش والمفروض ان جيوش الفري تبقى دلوقتي في ريفر ران مع اخوها، بس هو قاعد في التوينز. سمعت رب بيقول 4000 معاه 4000 بس، خلاص يبقى اكيد هو مش هيحارب اللانسترز بال 4000 دول، اكيد هو مستنينا نيجي علشان ينضم لجيوشنا. كاتلين قالت له بجد والله، وراحت متقدمه بقى بالحصان بتاعها عشان تبقى معاه هو والروبرت جلوفر اللورد اللي معاه النهارده. وفي ظهرهم بقى يا باشا غابه من الحراب والاعلام، جيش كبير جدا بيتحرك وراهم. كاتلين قالت لرب بقول لك ايه، توقع ولا حاجه من لورد فري وعمره ما هيخيب ظنك. بس رب قال لها بس ده الراجل بتاع ابوكي. قالت له رب في ناس بتعتبر القسم بتاعها حاجه جد جدا وناس بتعتبر ان القسم ده كلام وخلاص. لورد والدر فري ده حبيب اللانسترز وكاستلي روك، وابويا ما كانش عاجبه الكلام ده. اخت لورد تايوين متجوزه واحد من ولاده يا رب. هو والدر فري عنده عيال كتير جدا واكيد لازم يتجوزوا اي حد، بس برضه روبرت جلوفر راح لها هو حضرتك تفتكري ان هو هيخوننا وينضم لللانسترز ماي ليدي؟ كاتلين راحت متنهده كده وقالت له والله بص، هو لورد فري نفسه مش عارف هو هيعمل ايه. عنده الحرص بتاع الراجل العجوز والطموح بتاع الشباب، ولكن طول عمره خبيث. رب راح قال لها احنا لازم يبقى معانا التوينز، القلعتين دول لازم يبقوا معانا، مفيش اي سكه تانية نعرف نعدي بيها النهر، وحضرتك عارفه كده كويس. الليله دي هم خيموا بعد ما عدوا المستنقعات
في النص بين طريق الملك والنهر. وهناك ثيون جالهم بأخبار من برندن تالي عمها. سير برندن بيقول لكم ان هو منكش مع شويه لانسترز، وفي 12 واحد مش هيرجعوا لتايوان يقولوا له ايه الاخبار اللي وصلوا لها. سير ادم مار براند بقى خد المتبقي من الجيوش وبيتحرك جنوبا وبيحرق وهو ماشي اي حاجه بيقابلها. هو عارف احنا فين تقريبا يعني، بس بلاك فيش او السمك السوداء بيؤكد مش هيعرفوا فين احنا انقسمنا. كاتلين راحت قالت الا لو لورد فري قال له ثيون ارجع وقول لبلاك فيش يمركز نفسه حوالين التوينز، اي غراب طالع باي مرسول يتفلق، مش عايزين اي اخبار عن تحركاتنا توصل للورد تايوان. ثيون قال لها لا ما تقلقيش، السمكه السوداء خلص الموضوع ده كده كده، فضل لنا غرابين ونعمل فطيره وهجيب لك الريش تعملي بيه برنيتا. كان المفروض تبقى عارفه ان السمكه السوداء اكيد سابقها وبيفكر احسن منها يعني. كاتلين راحت قالت له طب ورجاله لورد فري بقى بتعمل ايه؟ واللانسترز قاعدين بيحرقوا في محاصيلهم وفي البيوت اللي حواليهم. راح ثيون قال لها والله لا، هم منكشوا مع بعض شويه ولقينا 2 لانسترز مشنوقين هنا، الفريز عملوا معاهم مناكش وشنقوهم، دلوقتي هم عباره عن غاده للغربان، ولكن معظم رجاله لورد والدر لسه في التوينز. ودي طبعا طريقه لورد والدر كاتلين عارفه كويس جدا. خليك يا باشا مأمن نفسك واستنى وشوف ومخمخ وما تاخدش اي ريسك الا لو في الضروره القصوى يعني. رب راح قايلها لو هو بيحارب اللانسترز يبقى يعني اكيد مش هيخلف قسمه. كاتلين قالت له بص، ان هو يحمي اراضيه دي حاجه، وانه يطلع في معركه قدام لورد تايوان دي حاجه تانية خالص. رب راح باصص لثيون طيب السمكه السوداء لقالنا اي سكه تانية نعدي بيها الشوكه الخضراء؟ ثيون قال له لا للاسف ميه عاليه وبتجري جدا، سير برندن بيقول ما ينفعش نعدي على الاقل هنا في الشمال. رب راح اصدر الفرمان وقال انا لازم اخد المعديه، خلاص الحصانه بتاعتنا بقى تعوم النهر، بس نشيل من عليها بقى الفرسان بقى والحديد والدروع، لازم نعمل كوبري، لازم نعمل مراكب خشبيه نعدي بيها، ونعدي معانا كل الحديد اللي معانا، الاضرع والخوذ والحراب، وما عندناش شجر كفايه لكل الخشب اللي احنا محتاجينه علشان نعمل كل المراكب دي، ولا عندنا الوقت. لورد تايوان بيتحرك شمالا. وراح ثيون جريجوي مقطعه وراح قايل له على فكره احنا هنعدي عادي، لورد والدر فري مستحيل يقول لك حاجه، احنا عندنا 5 اضعاف الناس اللي عنده، احنا ممكن ناخد التوينز لو عايزين يا رب. كاتلين راحت قالت له مش بسهوله وما عندناش الوقت الكافي خالص، وانت قاعد بتعمل الحصار بتاعك بتاع التوينز هيجي تايوان من المؤخره ويقوم مديها لك، انت فاهم طبعا. رب راح بص لثيون جراي جوي وما لقاش اي اجابات في وش ثيون، واقف عامل كده قاعد محتار. رب حبيبي شكله بقى اصغر من 15 سنه حتى بالدقن والدرع والسيف. راح بص لمامته وسألها ما هو ابويا كان هيعمل ايه في الموقف ده؟ قالت له هيلاقي سكه يعدي بيها مهما كان الثمن. تاني يوم الصبح سير برندن بنفسه هو اللي جه، كان مش لابس بقى الدرع التقيل والخوذ والشغل بتاع فرسان الوادي، كان لابس لبس بقى اللي على حصانه وبيجري، فلابس لبس اخف شويه، شبكه زرد كده وجلد وخلاص، لكن العباءه بتاعته كان عليها السمكه الاوبسيديان اللي هو كان اسمه دراجون جلاس، زجاج التنين. زجاج التنين موجوده معاه. هل تفتكر ممكن بلاك فيش يطلع السمكه السوداء دي ويدي واحد وايت ووكر؟ والله تبقى حلو. عمها كان وشه حزين وقافش وهو بينزل من على حصانه، وراح قايل لها كان في معركه تحت اسوار ريفر ران، عرفنا من واد لانستر قفشناه، قاتل الملك جيمي لانستر دمر جيوش ادمير واخد ادمير رهينه، لورد بلاكوود اخد الناجين وجريوا على ريفر ران وهم دلوقتي محاصرين. جيمي جمع جيوش وعمل الكامبات بتاعته الجميله عشان يحاصر بيها ريفر ران. رب كان متجنن قال احنا لازم نعدي النهر ده بسرعه علشان نلحقهم. عمه قال له مش بالسهوله دي يا رب، لورد فري مجمع كل جيوشه جوه القلاع والبوابات بتاعته كلها مقفوله ومتربسه. الرب راح قايل الله يلعن الراجل ده، لو الراجل الكبير المجنون ده مش هيخليني اعدي انا كده ما عنديش اي حل غير ان انا اهجم عليهم، هدمر القلاع دي فوق دماغ امه ونشوف بقى عاجبه الموضوع ده ولا مش عاجبه. كاتلين قالت له انت يالا مالك يالا بتتكلم كده ليه؟ عامل زي العالم متدلعه. الطفل هو اللي لما بيلاقي اي حاجز قدامه بيفكر يجري ويكسره ويوقعه، انما اللورد لازم يبقى عارف ان
كلام ممكن يوصلك للسيوف ما توصلكش ليه. رب وشه احمر واتكسف وقال لها تقصدي ايه؟ قالت له الفريز كده كده بقالهم 600 سنة قافلين المعدية دي بتاعتهم، المعدية، ومحدش بيعدي المعدية من غير ما يدفع الكارتة. كارتة ايه يا ماما؟ تقصدي ايه حضرتك؟ هو عايز ايه الراجل ده؟ ابتسمت وقالت له وده اللي المفروض نعرفه يا رب، ولو مش عايز ادفع يبقى ترجع لموت كيلن، تأمن نفسك وتستنى تايوان علشان المعركة، او تربي جناحات. انا مش شايفة حل تاني. كاتلين ضربت الحصان بتاعها كده برجليها واتحركت وسابت بقى ابنها مخمخ. كانش ينفع ان هي تخلي ابنها يحس ان هي بتاخد مكانه او بتؤمر مكانه. فكرت كده وقالت لنفسها يا ترى يا ند علمته الحكمة زي ما علمته الشجاعة؟ يا ترى علمته انه يركع وقت ما لازم انه يركع؟ مقابر السبع ممالك مليانة رجالة شجعان ما تعلموش الدرس ده. الدنيا كانت الظهر لما الجيش بتاعهم اللي قدام خالص، اللي هم اللي بيستكشفوا دول، شافوا القلعتين التوأم بتوع هاوس فري، اسياد المعبر اللي ماسكين الكارتة. النهر الاخضر هنا كان بيجري وعميق وجامد، بس الفريز من 600 سنة عملوا عليه كوبري وعملوا ثروات من الفلوس بتاعت الكارتة اللي الناس بتدفعها وهي معدية على المعدية. الجسر نفسه قوس ضخم من حجر رمادي ناعم عريض يكفي عربيتين جنب بعض يعدوا، وفي نص الجسر طالع برج المية. برج المية في النص كده قافش النهر وقافش الجسر، وكله بقى خرام وناس بأسهم وشغل كده. الجسر ده أخد من الفريز 3 أجيال علشان يكملوه. بعد ما خلصوه عملوا حصون خشب على الناحيتين عشان ما حدش يعدي من عليه من غير اذنهم. وبمرور الزمن الخشب اتحول لحجر، وهنا طلع التوأم او التوينز، قلعتين حجريتين متطابقتين بالظبط، والجسر رابط بينهم. بصة واحدة بس خلت كاتلين تتأكد مستحيل حد يعرف يقتحم الكلام ده. الأسوار مليانة رماح وسيوف، ومن فوق بتاع كل متر في واحد بسهم، عقارب محطوطة اللي هي زي منجنيق صغير كده، كوبري مرفوع، بوابات مقفولة، في خنادق حوالين البرجين دول، والبورت كولس اللي هو البوابة الحديدية اللي كلها خوازيق حديد كده دي مقفولة. جريت جون أمبر ابتدى يلعن ويسب أول ما شاف المنظر. لورد ريكارد كارستارك كان بيبص وهو متعصب وساكت. روز بولتن راح قايل احنا مش هنعرف نحتل القلاع دي ماي لوردز. هلمان طال هارت راح قايل ولا هنعرف نحاصرهم الا لو عندنا جيش تاني يحصر القلعه اللي هناك ده. بص كده حوالين الميه من الناحيه التانيه من الميه قلعه كبيره جدا تانيه نفس دي متسلحه نفس دي. انسى. اللوردات الشماليين قاعدين يبصوا كده وقاعدين يفكروا، لقوا باب جانبي بيفتح، كوبري خشب بينزل كده يتزحلق كده ينزل علشان يعدوا من فوق الخندق. 12 فارس طالع منهم راكبين على الحصانة بتاعتهم جايين يواجهوهم، وفي مقدمتهم 4 من ولاد لورد فري اللي هم كتير جدا. الراية بتاعتهم كانت باينة جدا عليها البرجين التوأم بتوع فري، أزرق غامق على خلفية فضي بهتان. اللي بيتكلم باسمهم ستيفرون فري الوريث بتاع لورد والدر، الراجل اللي اصلا عنده فوق 60 سنة، مش لورد والدر الوريث، وعنده احفاد كمان. يعني الوريث جده وريث. زي باقي الفريز نفس الشكل الغريب بتاعهم اللي هو شبه الحيوان اللي انا مش هقدر اقوله عرس مش عارف يعني، المهم يعني، وابن كمان ابن عرس مش عارف، المهم يعني عرسه، تعال نقول شكله شبه العرسه، وما عندوش دقن. هم من بقه لرقبته على طول عاملين كده، بس ده باين عليه تعبان وكبير وعجوز وكده، لكن كان مؤدب في كلامه. اللورد ابويا بعتني احييكوا واسالكوا مين قائد الجيش الجميل اللي جاي علينا ده؟ فراح الرب قال له انا القائد. رب اتحرك قدام بحصانه لابس الدرع بتاعه اللي عليه الذئب بتاع الوينترفيل، وتحت رجله ماشي معاه جراي ويند الذئب بتاعه شخصيا. اللورد العجوز راح باصص لرب كده بابتسامه كده اللي هو انت يا نونا القمش. بس لكن الحصان بقى بتاع لورد ستيفرن ما كانش مهتم برب، كان مهتم بالداير وولف اللي جه وابتدى يمنكش. اللورد ابويا بيقول لك اتفضل عندنا تاكل وتشرب وتقول لنا جاي هنا ليه.
راحوا كلهم اللوردات اللي وراه، ايه ده ايه ده، لا 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 يا رب ما تروحش. جالبرت جلوفر قال له انت اوعى تعمل كده، اللورد والدر ده ما تثقش فيه. روز بولتون راح قايل انت لو رحت لوحدك فانت بقيت بتاعه، يقدر يبيعك للانسترز، يقدر يرميك في الزنازين، او يقدر يذبحك زي ما هو عايز. واندل ماندل اللي راح قال لو هو عايز يتكلم معانا يبقى يفتح الباب واحنا كلنا نخش ونتكلم معاه. ويلس اخوه راح قال هو نفتح الباب ويطلع لنا المعلم لورد والدر يتكلم معانا هنا. كاتلين كانت هي زيهم عندها كل المخاوف دي، بس المعلم ستيفرون فري واقف سامع الكلام ده. كلمتين من دول كمان وهنخسر قضيتنا والمهمة هتروح في داهية، لازم تتصرف بسرعة. فقالت انا هروح. ودي نهاية لا بهزر، بس هتروح يا عم لسه يا عم والدر فري جاي، كمان مان ريلاكس بنكشك بس. جريت جون امبر كشر كده وقال لها حضرتك ماي ليدي، ورب راح لها ماما انت متأكدة؟ كاتلين كذبت وقالت متأكدة جدا، لورد والدر ده الراجل بتاع ابويا، عارفاه من وانا طفله ومستحيل يأذيني. وفكرت كده وقالت يعني الا لو فيها مكسب لي هيأذيني طبعا، بس ما قالتش الكلام ده. دلوقتي لازم نحور. سير ستيفرون رحال انا متأكد ان انا اللورد بابايا هيبقى عايز يشوف حضرتك جدا، اهلا وسهلا. وعلشان نأمنها لكم اخويا بيروين هيقعد معاكم لحد ما ليدي كاتلين ترجع لكم بالسلامه. راب راح قال ينور ويأنس. سير بيروين نزل من على حصانه، ده اصغر واحد في الاربعه الفريز اللي جم، وادى الحصان بتاعه لاخوه ودخل قعد مع الشماليين. رب راح قايل بعد اذنك ترجع لنا قبل الليل ما يليل، احنا مش عايزين نقعد هنا كتير. سير ستيفرون قال له تحت امرك يا فندم. كاتلين ادت الحصان بتاعها واحده وتقدمت، والفريز اتجهوا معاها وما بصتش لورا. ابوها مره كان قال لها ان لورد والدر ده الوحيد اللي ممكن يخلف جيش، ولما اللورد بتاع الكروسنج لورد والدر فري قابلها كان كل ولاده معاه 20 ابن من غير سير بيروين عشان هم 21، 36 حفيد و19 ابن حفيد، غير بقى بناته كتير واحفاده البنات كتير جدا، وفي باستردز ولاد وبنات باحفاد باستردز كل الناس. هي فهمت ده معناه ايه. لورد والدر ده كان عنده 90 سنة، مسلوع كده بامبا كده ومقرعة ودماغه فيها بطش، عنده كارلو ما ينفعش يقوم غير لما حد يمسكه. اجدد زوجة ليه بنت غلبانة صاحبة عندها 16 سنة، شايلينه على الهودج بتاعه وماشيين وهي ماشية جنبه. دي كانت تامن ليدي فري. حاجة تسعدني جدا اني اشوفك تاني ماي لورد بعد كل السنين دي. الراجل الكبير راح باصص لها قوي كده، بجد اشك، مش عايز والنبي اسمع الكلام الحلو بتاعك ده ليدي كاتلين. انا راجل عجوز، انت جايه هنا ليه؟ وفين ابنك؟ ايه فخور قوي مش عايز يجي يقابلني بنفسه؟ اعمل بيكي ايه؟ كاتلين اخر مره جت هنا كانت بنوته صغيره، بس برضه لورد والدر كان نفس الكلام كده قليل الادب وسافل صريح، ما بيهموش حد، والسن خلاه اسوأ. لازم تحاسب على كلامها كويس قوي 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 علشان ما تزعلوش. سير ستيفرون راح قال بابا انت نسيت نفسك، ليدي ستارك هنا معزومه عندك ضيفه. هو انا سالتك؟ انت مش لورد فري لسه، لحد ما انا اموت انا لورد فري. شكلي ميت؟ لا يبقى ما اسمعش صوتك. واحد تاني من ولاده راح قال دي مش طريقه يا بابا تتكلم بالطريقه دي قدام الضيفه بتاعتنا. دلوقتي الباستردز هيعلموني الادب، خلاص يلا. انا اتكلم زي ما انا عايز، انا شفت 3 ملوك في حياتي وملكات كمان. تفتكر انا هحتاج دروس في الادب منك انت يا رايجر؟ لما قفشت امك وعملت معاها اللي كانت بتحلب معيز، يلا اسكت. الولد وشه احمر جدا، راح والده فري عمل له كده، الواد ماشي وراح لوالده فري قايل دانويل والن ساعدوني اروح على الكرسي بتاعي. شالوه من الهودك بتاعه هوبا هلا هوبا، راحوا مودينه لحد الكرسي بتاع لورد فري. كرسي على شكل برجين كبار جدا مربوطين بكوبري كده كده طبعا، ومراته الصغيرة راحت على طول وغطت ركبه ببطانية علشان تدفي له الكلو. راح قاعد كده تعالي كاتلين، قدمت ليدي كاتلين، راح واخد ايديها
اظن انا كده خلصت، عملت الادب والذوق ماي ليدي. ممكن بقى اولادي يخرسوا؟ اتفضلي قولي لي ماي ليدي، انت جايه هنا ليه؟ علشان اطلب منك ماي لورد ان انت تفتح بوابتك. ابني وجيوشه محتاجين الكوبري علشان يعدوا النهر، وهنتحرك ومش هتحس بينا. رايحين ريفر رن؟ انا عارف، انا فاهم كل حاجه كويس، انا ما اتعمدتش. انا اعرف اقرا خريطه كويس. حتى هي اعترفت، قالت له ايوه ريفر ران. كانتش شايفه يعني ان في داعي ان هي تحور عليه. قالت له ريفر ران، الحته اللي انا كنت متوقعه ان انا هلاقيك انت هناك. انت لسه الراجل بتاع ابويا ولا لا؟ راح بص لك لا. ايوه طبعا ما انا جمعت الجيوش اهو. قال لي جمع الجيوش وتعالى، اديني جمعت الجيوش. جيوش دي ولا مش جيوش؟ جيوش. انا جمعت الجيوش، بس هبعت بقى تطلع الجيوش بقى. لسه احنا مستنيين بس نتجمع ونطلع ان شاء الله. بس انا مش هطلع، انا راجل كبير. هطلع ولادي هم اللي هيقودوا الجيوش اللي دي كاتلين. امال ايه يا شباب؟ بص كده مفيش حد بيتكلم. جارد مش ده الخطه؟ وقال له طبعا هي دي الخطه يا فندم، هي دي الخطه. رد جارد فري وراح قال لها بشرفي هي دي الخطه. سلام. راح لورد والدر راجع كده وساند على المخده وراح قال لها هي غلطتي انا ان انت اخوك حمار ومعرفش يكسب المعركه؟ كان يستنانا، كنا جايين. اللي بيتقال لي ان كينج سلاير او قاتل الملك عدى فيه زي السكينه في الحلاوه. ليه ابعت ولادي يجروا بسرعه علشان يموتوا؟ كل اللي اتجهوا جنوبا راجعين جري شمالا. كاتلين كان نفسها تمسك الراجل الكبير ده تخزوقه كده وتعمله شيش طاووق على النار، بس احنا محتاجين نعدي كوبري والليل هيليل فلازم ننجز. قالت له كده كده ده برضو سبب ادعى ان انت تتحرك على ريفر ران وبسرعه. في حته ممكن نتكلم فيها اللورد فري؟ ما احنا بنتكلم. وبعد كده راح ماشي، راح بص كده للناس. وبصوا على ايه؟ اطلع بره. ليدي ستارك عايزه تتكلم معايا على انفراد. يلا بره، انت كمان بره، كله يلا بره شوفوا لكم حاجه تعملوها. لما كل بقى اولاده واحفاده وبناته والباستردز والامه دي كلها طلعت بره، راح مقرب لكاتلين كده قال لها كلهم مستنيني اموت. ليدي كاتلين، ستيفرون مستني بقاله 40 سنه. كل شويه بخذله يفتكرني هموت. ما اموتش، اموت عشان هو يبقى لورد. انسى، انا قاعد لهم. كاتلين راحت قالت له عقبال 100 سنه. 100 سنه يجننوا فيها دي. ها كنت بتقولي ايه بقى؟ انا كنت بقول لك ان احنا عايزين نعدي بس. تعدوا. واسيبكم تعدوا ليه؟ اتعصبت جدا. راحت قالت له لو حضرتك عندك شويه بس يعني نفس تتسلق تبص بالشباك هتلاقي ان في 20,000 واحد مع ابني بره قلعتك. هيبقوا 20,000 جثه لما لورد تايوان يجي. ما تحاوليش تخوفيني ماي ليدي. جوزك مرمي في زنزانه سودة تحت القلعه الحمراء. ابوك عيان شكله بيموت مش زيي، وجيمي لانستر قافش اخوك مكلبشه. ايه اللي يخوفني منك بالظبط؟ ابنك؟ ابن من عندك نوديهم خلاص بالعيالك بعيالي نطيرهم مع بعض. فاضل لي 18 عيال. الكلام. كاتلين فكرته وقالت له انت حلفت قسم لابويا. حلفت قسم لابوكي او حلفت قسم للملك برضه على ما اتذكر. اقسام كلام كله في الحمام. جوفري دلوقتي هو الملك، ده معناه ان انت وابنك خونه. انا لو عندي فطنه السمكه اسلقكم كلكم واديكم للمعلم تايوان. راحت كاتلين قالت له طب وليه ما تعملش كده؟ لا ليه ما اديكوش لتايوان لانستر؟ تايوان لانستر الاسد الذهبي، اللورد الفخور. ياما ذهب هنا ياما ذهب هناك، اسود هنا اسود هناك. خلاص يا عم، انا بقول لك ده بياكل فول وطعميه عادي جدا زيه زينا وبيخش الحمام بتاع. بس هو ما بيقولش، ما بيقولش اي حاجه لحد وما بيطلبش اي حاجه من حد. المعلم تايوان عنده ولدين، او بصراحه ولد ونص. من الولد التاني ده واد معفن عفريت كده ملوي. انا ممكن وعيالي قدام عيالك زي ما عملت معاكي يفضل لي 19 ونص. لو هو عايز مني حاجه يجي يطلب. وده اللي كاتلين كانت عايزه تسمعه. راحت قالت له طيب انا بقى جيت وبطلب، انا بطلب مساعدتك ماي لورد. ابويا
واخويا وجوزي وابني بيطلبوا مساعدتك. راح الوالد فري صباع عنده صباع معضم كده، راح حاطه كده، ادي فاكر كده، راح لا والنبي بلاش الكلام الحلو بتاعك ده. انا مراتي بتقول لي الكلام حلو خلاص. شفتيها؟ شفت مراتي 16 سنه زي الورده. وعسلها كله بتاعي. اعتقد على السنه اللي جايه هتكون جايبه لي ابن كمان، يمكن بقى مخليه هو الوريث واصله الباقي. كاتلين قالت له انا متاكده ان هي ان شاء الله هتدي لك ولاد كتير جدا. ابوكي ما جاش الفرح ولا الفرح اللي قبله، حتى لو هو بيطلع في الروح انا بالنسبه لي دي شتيمه. ده بيهزقني، بيقول عليا لورد فري المتاخر. هو ايه فاكرني ميت؟ انا مش ميت، انا عايش وعايش اكتر منه زي ما عشت اكتر من ابوه. عيلتك دايما بتقل مني، ما تنكريش. تعرف ان هم كلهم بيتنططوا عليا وبيتريقوا عليا. من سنين رحت وعرضت ان بنت من بناتي تتجوز ابنه، وليه لا؟ البنت صغيره اكبر من ادمي بحاجه بسيطه، بس يعني لو ما كانتش عاجباه كان عندي اوبشنز تانية تعجبه. عندي بنات صغيره، عندي بنات كبيره، عندي بنات عذراء، عندي ارامل، حسب هو عايز ايه يعني. لكن لا، هيهات هيهات، لورد هوستر رفضني، اداني كلام حلو واعذار، بس كل اللي انا كنت عايزه اخلص من بنت من بناتي. ده غير اختك دي المكلبازه دي شريره. كان من سنه رحت مع ولادي كينجز لاندنج اشوف البطوله. جون ارن كان لسه يد الملك، ولادي كانوا داخلين المسابقه، ستيفرون وجارد كبار، لا هوستين ودانويل وبيروين كمان. ده غير ان كان في شويه باستردز دخلوا الميلي. انا كنت عارف ان هم هيخيبوا املي كده، ما كنتش رحت اضرب كل المشوار ده علشان اشوف هوستين وهو بيتشقلب من الواد تايريل. الولد نص عمره مسمينه ورده باين حاجه كده، لورس ده، وفارس جوال وقع دانويل، سير دانويل فري. ساعات والله يا كاتلين بفكر لو العيال دول فعلا عيالي. مراتي التالتة كانت من كريك هول، وكريك هول دي مليانه ملاعيب جامعه ملعب. هم كلهم كده ستات بايظه. يمكن هي كانت ملعب برضه، مش مهم يعني، هي ماتت اصلا قبل ما انت تتولدي. مش موضوعك يعني. المهم كنا بنتكلم في اختك. ايوه، اقترحت ان لورد وليدي ارن ياخدوا 2 من احفادي يتربوا هناك في كينجز لاندنج في الحته بقى الريد كيب وبتاع، وعرضت اني اخد ابنهم يتربى في التوينز. هو ايه احفادي ما يليقوش بكينجز لاندنج وان هم يبقوا في القلعه الحمراء؟ والله ولاد هادين وطيبين يا كاتلين. والدر ابن مارت متسمي على اسمي، والواد التاني كان اسمه ايه مش فاكر اسمه والله، غالبا والدر تاني. هم كلهم بيسموا عيالهم والدر. قال ايه علشان انا احبهم يعني. بس ابوه بقى، مين ابوه بقى؟ كان مين ابوه؟ ما علينا يعني. لورد ارن ما رضيش ياخده، ولا هو ولا التاني. وانا بلوم اختك بقى الشريره اللي كنت بقول لك بقى، هي اللي ما رضيتش، اتجننت. كاني بقول لها انا هاخد ابنك ده اخليه مخصي يعني، مش معقوله. ولما جون ارن قال انه هيودي الولد لدراجون ستون يتربى مع ستانس، اتجننت ومشيت. كل اللي يد الملك اداهولي اعذار واعتذارات. اعمل ايه انا بالاعتذارات؟ ها انا بسالك. كاتلين كشرت وراحت قالت له والله انا اللي كنت سامعاه ان هو الولد روبرت ارن ده هيتربى في كاستل روك مع المعلم تايوين. لا ستانس. انت ايه فاكراني مش عارف ستانس من تايوين؟ هم بصراحه الاتنين معفنين ونبلاء عاملين فيها بتاع، بس خلاص مش مهم، انا عارف الفرق. ولا ايه انت فاكراني عجوز انا مش عارف مين ده ومين ده؟ لا انا عندي 90 سنه وفاكر كويس. فاكر كويس. الجنس اللطيف بيحب ايه برضه. مراتي دي هتجيب لي ولد قبل نهاية السنة أراهنك، أو بنت، دي حاجة بقى ما نقدرش نتحكم فيها. ولد أو بنت كده كده حتة لحمة حمراء بتعيط وهتتسمى والدة، يا هيتسمى والدر، الموضوع خلصان يعني. كاتلين ما كانتش مهتمة خالص بالواد هيبقى اسمه ايه. قالت له جون ارن كان هيدي ابنه للورد ستانس. انت متاكد من المعلومه دي؟ ايوه متاكد، بس هو مات جون ارن، خلاص هتفرق في ايه؟ انت بتقولي انك عايزه تعدي النهر. قالت له احنا عايزين نعدي النهر. خلاص يبقى مش هينفع تعدوا النهر، ما تعدوش الا لما انا اسمح. واسمح بقى ليه ان شاء الله؟ ولا الستاركس ولا التاليز كانوا اصدقائي في يوم من الايام.
راح قاعد كده ورا كده مربع ايده ومبتسم كده وباصص لها، مستنيها تجاوب. والباقي يا باشا كان انفصال كأنك في سوق. الشمس كانت بتغرب لما أبواب القلعة فتحت، البوابة البورتكوليس دي فتحت والكوبري اللي على الخندق نزل. كاتلين عدت الخندق، لورد هوستين وجارد فري كان وراها، معاهم سير دانويل فري ورونال ريفرز الباسترد بتاع سير والدر. معاهم جيش طويل من رجالة، معاهم حراب وسيوف كلهم أزرق في رمادي، جيش كبير طالع من القلعة. رب جري واتحرك عليها ووراه الذئب بتاعه جاي جنبه، راح قابلها قالت له الموضوع انتهى، لورد والدر هيخليك تعدي، سيوفه وجيوشه كمان معاك، من غير بس 400 هيسيبهم يأمنوا. واعتقد ان انت كمان يا رب لازم تسيب 400 هنا، وما ينفعش ترفض 400 بتوعك مع 400 بتوعه يأمنوا القلعتين، بس ادي القيادة لحد انت بتثق فيه. لورد والدر محتاج مساعدة علشان ما يخلفش بوعوده. رب منبهر جدا بالجيش اللي طالع ورا كاتلين ده، وراح قايل لها زي ما انت شايفه، خلاص حاضر، ايه رأيك هل طال هارت؟ قالت له اختيار كويس. طيب يا ماما وهو عايز مننا ايه؟ لو تقدرت شوية بس ناس كده يأمنوا 2 من احفاد لورد والدر فري يروحوا لحد وينترفيل يتربوا هناك، انا وافقت ان هم يبقوا مساعدين عندنا. هم صغيرين 8 و7 حاجة كده يعني، وغالبا الاتنين اسمهم والدر. اخوك بران هينبسط ان في ولاد في سنه هيجوا له، او اعتقد يعني. رب بصص لها كده وقال لها بس كده 2 يتربوا في وينترفيل؟ ده 8 صغير قوي يعني ان هو. رب لورد فري عنده ابن اسمه اوليفر، ده هيبقى المساعد بتاعك، وابوه عايز يشوفه فارس قريب. رب قال لها مساعد؟ ماشي سهله، مساعد اوكي. ده لو كده هو قالت له رب اتقل على البتيلو برضو ان لو اريا رجعت لنا ان شاء الله بالسلامه، اتفقنا ان هي هتتجوز اصغر ابن للورد والدر اللي اسمه المار فري لما الاتنين دول يوصلوا للسن القانوني للجواز. رب اتضايق قال لها ده اريا مش هتحب الموضوع ده خالص. شفت حاجه؟ وانت يا رب لازم تتجوز واحده من بناته لما الحرب تخلص. لورد فري كرمه واسع وهيخليك تنقي البنت اللي انت عايزها من بناته كلهم وتتجوزها. ورب ما توترش، ودي حاجة كويسة يعني. قال لها هي كده بقى. قالت له ها موافق؟ راح وقال لها هو انا ممكن ارفض؟ قالت له لا ما ينفعش ترفض لو عايز تعدي. قال لها خلاص يبقى انا موافق. رب قالها وكان شكله أرجل من أي شكل تاني ليه قبل كده أو أي مرة شافته قبل كده. راجل بجد. الولاد هم اللي بيلعبوا بالسيوف، بس الرجالة هم اللي بيتفقوا على جواز، وهم عارفين إن ده معناه إيه. حط تحت الكلام ده خطوط كتير يا عم رب، وهم عارفين اتفاقات الجواز معناها إيه. بام بام. شكرا. عند غروب الشمس الهلال كان فوق المية، ابتدوا يعدوا. الجيش اتقسم نصين ومشوا صفين زي تعبان حديدي ضخم بيتلوى وبيتحرك جوه بوابة القلعة الشرقية. دخلوا جوه الساحة، دخلوا جوه الحصن، وبعد كده طلعوا على الجسر، عدوا الجسر ودخلوا من القلعة التانية في الساحة التانية البوابة الغربية. كاتلين كانت على مقدمة التعبان الحديدي جنب ابنها رب وعمها سير بريندن تالي، ومعاهم سير ستيفرون فري. وراهم تقريبا جايين كل الفرسان المتدرعين اللي ماسكين رماح، المغامرين، رماة الأسهم اللي على الخيول. ساعات طويلة عدت على ما الجيش كله عدى الكوبري. بعد كده كاتلين ما قدرتش تنسى صوت رجلين الحصانة وهي بتدق على الكوبري، ولا منظر لورد والدر فري وهو قاعد في البلكونة بيتفرج عليهم وهم بيعدوا. برضه ما قدرتش تنسى العيون اللي بتلمع اللي بتبص عليهم من فوق من الفتحات اللي في سقف برج المية، البرج اللي في النص، من وراء فتحات القتل اللي بيصطادوا منها الناس والجيش معدي. اغلب جيش الشمال من الرماحين ورماة الأسهم والجنود اللي ماشيين على رجليهم فضلوا عند الضفة الشرقية تحت قيادة روس بولتون.
رب كان مديله الامر انه يكمل المسيره جنوبا علشان يواجه جيش اللانستر الضخم اللي جاي طالع له من تحت من الجنوب على راسه لورد تايوين لانستر. بالخير او بالشر ابنها رب رمى الزهر. وهنا بتنتهي حلقتنا وبينتهي الشابتر بتاع كاتلين، وخلاص بقى ايه الجيشين رب قسم الدنيا، وفي بقى مناكش ويسبرنج وودز بقى وروز بولتن وتايوين في حوارات. اتمنى تكون الحلقه عجبتك يا صديقي. لو وصلت لحد هنا اوعى تنسى تكون عامل لايك وشير وسبسكرايب، وميرسي جدا جدا يا صديقي. باي باي.